بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الفل ومساء الفل على اختي وحبيبتي وامي اللي بتتابعني. وحشتوني وحشتوني كمان مره وحشتوني. كل سنه وانتم طيبين وبعود الايام ودايما متجمعين. يلا بينا النهارده عندنا فطار اول رجب. يلا بينا نشوف هنعمل فطار ايه. لسه راجعه من بره يا دوب غيرت هدوم ودخلت جري على المطبخ. جبت فرخة علشان خاطر نسلقها ونشوف هنعمل جنبيها ايه. جبت لفة جلاش، جبت كيس لبن، والاسعار رايحة في حتة تانية خالص. ربنا يتولانا امين يا رب العالمين. جبت علبة جبنة طبعا علشان خاطر مش عندي جبنة. الحرنكش بقى الجميل دوت يوسف ابني نفسه فيه قوي فجبتهوله. جبت بتنجان، يعني عايزه اقول لكم ده احلى حاجه موجوده عند الراجل. قلت اخلل شويه بتنجان وجبت حزمه ملوخيه. يلا بينا بقى نجهز مع بعض الفطار بتاع النهارده ونشوف هنفطر ايه. تقدري تاخدي فكره تنفذيها بكره. عندنا ايام كتير قوي صيام الفتره ديت، يعني اتنين وخميس من كل اسبوع لو تقدري. الموضوع هيكون بالنسبه لك جميل، والله الصيام مش متعب خالص ولا اي حاجه. هو بس التعب بيبقى بعد الفطار بشويه عشان بقالنا كتير ما صمناش، فالموضوع التعود مش اكتر. لكن ولا بتجوعي ولا بتعطشي ولا اي حاجه. صيام الشتاء غير صيام الصيف خالص. يلا بقى. اتشجعي واعملي كده، الموضوع هيكون عندك جميل وزي الفل. ربنا يتقبل مننا امين يا رب العالمين. بصوا بقى النهارده بقى قلت ايه اغير لهم كده في الاكل شويه، وبقالنا كتير ما عملناش الاكله الجامده دي، فيلا بينا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه طبعا مسكت الفرخه بقى نضفتها كويس جدا من اي زوايد فيها، ومن جوه نفس القصه، وظبطتها وخليتها زي الفل. بعمل لها بقى محلول كده واقعد اللي انا ادعكها فيه شويه واسيبها منقوعة. عبارة عن ايه؟ عبارة عن دقيق وشوية من الجنزبيل وشوية ملح وكمان شوية خل، ولو في ليمون ممكن تعصري ليمون. كده الفرخة بقت معايا زي الفل، يا دوب بس هنقعها كده شوية وبعد كده هصفيها كويس جدا. خلاص كده الفرخة دي بقى انا هسلقها عشان عايزة منها شوربة. اطلع منها كده إيه الشوربة، نعمل منها ايه شوية الملوخية، وكمان هنعمل كشك. صليتي على الرسول؟ طب يلا بسرعة صلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. جبت معايا حبيتين من الطماطم وبصلاية، غسلتهم كويس جدا وقطعتهم مكعبات وحطيتهم في الكب ضربتهم بالشكل دوت كده. طبعا انا بحب اعمل التتبيله ديت للفراخ قبل ما بسلقها، بتبقى حلوه جدا وتخلي طعم الفراخ رايح في حته تانية، وبتطلع شوربه حلوه جدا. حطيت شويه حلوين كده من البهارات بتاعه الفراخ، يعني نص معلقه صغيره وشويه ملح وشويه فلفل اسود، وقلبت كله مع بعضه بالشكل دوت كده. هجيب بقى الفرخه وابدا اللي انا ايه احط التتبيله دي عليها كلها من جوه ومن بره، وهغرقها بيها. طبعا لو كمية الفراخ اللي معاكي اكبر من كده يبقى هتزودي بقى كمية البصل والطماطم. تقدري تحطي جزر تحطي فلفل اللي انت عايزاه، بس انا بحب يعني ايه اعمل بالحاجة اللي موجودة عندي، مش هتقولك لا برضو. البصل بيبقى موجود عندنا على طول والطماطم كمان. كده خلاص تبلت الفرخة كويس جدا. تقدري تعملي الموضوع دوت من بالليل لحد تاني يوم الصبح في التلاجة، لكن انا عشان مستعجلة فالدنيا تبقى تمام كده عندي. جبت حلة حطيتها على النار وسخنتها كويس جدا، نزلت بالفرخة كده واديتها صدمة. هبدأ بقى اللي انا ايه كل ما إيه شوية واروح مقلبة الفرخة على الجنب التاني لحد ما الاربع جوانب يتظبطوا معايا. وطبعا كنت غالية بقى مية معايا، هبدأ انزل عليها بمية مغلية، اهم حاجة تبقى مية مغلية. حطيت وحدتين من الحبهان، وهنا هحط يعني هقولك ربع عود من القرفة، ودوت اختياري مش اجباري، لو مش بتحبيه خلاص. ونزلت بورقتين من ورق اللورة، عايزة تحطي اي نوع تاني من انواع الاعشاب مفيش اي مشاكل. خلاص كده الفرخة بسم الله ما شاء الله بقت تمام وزي الفل. هبدأ بقى اللي انا احط المية واسيبها بقى تستوي كده على نار هادية، مش هعلي عليها النار وهسيبها تعيش حياتها. اي نوع من انواع الطيور يا ريت تعملي كده، هيختلف جدا في طعم الطيور وانت بتاكليها. بعد كده جبت بقى البتنجان، ويلا بينا نشوف هنعمل ايه في البتنجان بتاعنا النهارده. هنعمل بتنجان مخلل، بقالنا كتير ما كناش بتنجان مخلل فنفسي راحت له. انت عارفه بقى لما بتكوني صايمه كده نفسك بتروح لكل حاجه، وبعد كده وقت الفطار ما بتاكليش اي حاجه. اكتبي لي في الكومنتات لو انت زي حالاتي كده. جبت البتنجان شلت الحته اللي هي الخضره اللي من فوق وشقته كده بالسكينه، وهاخده اشطفه تحت الحنفيه شطفه تمام ونرجع تاني.
وجبت كمان معايا كام قرن فلفل علشان خاطر برضو نقليهم كده مع البتنجان. في الوقت دوت بقى كنت حطيت شوية زيت على النار ونزلت بقى بالبتنجان بالشكل دوت، وهيتقلي معايا بقى بكل سهولة ان شاء الله. هغطيه بس عشان عمال يطرطش واحافظ يعني على البوتاجاز، مع انه هو اتدمر بس مش مشكلة. جبت بقى معايا حزمة الملوخية الجميلة اللي زي العسل دي، فضلت ان انا اجيب ملوخية خضراء واعملها، بتبقى احلى من المجمدة. انا عندي في الفريزر مجمدة و يعني ايه، انا بحب الخضراء اكتر، بس طالما موجودة ونقدر اللي احنا نجيبها فخلاص. لكن لو كنت نزلت عند الخضري لقيتها مش عنده، كنت طلعت كيس من اللي انا شايلاهم في الفريزر. هقرطف بقى الملوخية بسرعة بسرعة، ومش هتاخد مني وقت ان شاء الله بإذن الله. اخلص الكمية وبعد كده اغسلها كويس جدا، ومرة واتنين وتلاتة، وبعد كده هصفيها ونخرطها مع بعض ان شاء الله. في الوقت دوت بقى كنت انا طلعت البتنجان الطاسة الاولانية اللي انا حطيتها معاكم، ونزلت ببقية الكمية، ونسيت خالص اللي انا حاطة البتنجان على النار، فالفلفل اتلسوع مني شوية، بس هو يعني هو شغال الحمد لله. كويس اللي انا افتكرته يعني. قلت بقى بما اني يعني عاملين كشك وملوخية وبتنجان مخلل، ما تزودي يا بنت كده يا هبة صينية بطاطس صغيرة جدا. فبالفعل دوت اللي انا عملته، جبت حبيتين بالعدد من البطاطس وقشرتهم وقطعتهم قدامك كده حلقات، وبعد كده جبت بصلاية ونزلت عليها بشوية من البهارات وملح وفلفل اسود، وهقلب بقى كل دوت مع بعضه كده. وكمان بقى اللي خلاني اتشجع اكتر اللي انا عملت بطاطس، لان كان عندي صلصة طماطم في التلاجة، يعني سهلة جاهزة كده، يدوب هحطها وخلاص. حطيت بقى الملح والفلفل الاسود، وحطيت شعرة صغيرة من الكمون، برضو بتدي طعم حلو قوي، ولو عايزة تحطي كزبرة حطي. قلبت بقى كله مع بعضه، واهم حاجة اللي انت تقلبي البصلاية كويس جدا بالشكل دوت، تنزل المية بتاعتها تطعم البطاطس وتخليها رايحة في حتة تانية خالص. يلا بقى اكتبي لي تحت في الكومنتات، صمتي امبارح ولا لا؟ هستنى الكومنت بتاعك ان شاء الله. عايزين كده نصوم اتنين وخميس وربنا يوفقنا ان شاء الله باذن الله. لو مش هتقدري خلاص يبقى ممكن يوم واحد في الاسبوع، لو انت حاسه ان الموضوع هيبقى متعب ليكي وارهاق عليكي، يبقى كفايه عليكي شهر رمضان. كل واحد طبعا اضرب حاله فيشوف اللي اصلح له ويعمله. هنا نزلت على البطاطس بعد ما حطيت الطماطم، نزلت عليها بمغرفتين من الشوربة لان الفراخ كانت استوت، وبعد كده حطيت معلقة كبيرة من السمنة. جيت بقى هنا عشان نعمل مع بعض الكشك، والكشك اللي بحس اللي هو مهدور حقه، الطبق الكشك بتاع زمان اللي كان يتعمل كده بالبط ورغيف العيش اللي هو البيتي دوت، اللي يأكل كده. في اكلات ما ينفعش تنسيها ابدا من الذاكرة، بحسها اللي هي انقرضت ليه. هل انتوا بتعملوا كشك ولا لا؟ يعني بحس الموضوع بقى خلاص، في اكلات كده خلاص بتبدأ اللي هي تنقرض، لكن حاولي تعمليها حتى لو الولاد ما بيحبوهاش، انت نفسك فيها وتعيدي الذكريات تاني لما تاكليها، اعمليها. حطيت بقى، غسلت رز، غسلت كده يعني حبة قد الكبشة كده بتاعت الايد، حوالي ربع كوباية. وبعد كده حطيت عليهم، بعد ما غسلتهم حطيت عليهم مغرفتين من الشوربة، وولعت عليهم النار، وطبعا البطاطس معايا على النار. قلت اعمل شوية رز بالشعرية بسرعة كده ومش هياخدوا وقت ان شاء الله. نزلت بالشعرية وبعد كده حمرتها، نزلت بالرز المغسول وحطيت على وشه شوية ملح، وهنزل بقى بالمية وهسيبه بقى كده ايه ياخد غلوة، بعد كده هوطي عليه النار. تعالي بقى بعد ما الملوخية اتصفت معانا وبقت تمام، هنخرطها بقى بسرعة بسرعة، ومش هتاخد مننا وقت ان شاء الله بإذن الله. طبعا انا ممكن كنت ضربتها في الكبة كان هيبقى اسهل لي، بس انا عندي حد في البيت مش بيرضى ياكلها وهي معمولة في الكبة. بيعرفوا يا اختي والله، يعني تقولي لا محدش هياخد باله، لا بتبان. فلما بحس ان انا عايزة اراضي الاطراف يعني كلها، بروح عاملاها بالمخرطة، باجي على نفسي شوية وبروح عاملاها بالمخرطة، مع اني ما بحبش المخرطة خالص، ماليش طولة بال. بس اعمل ايه، يا قلت اسلي صيامي يا اختي. هنا كده يعتبر كنت خلاص قربت اخلص يعني، والدنيا تمام. قلت بقى بما اني يعني الكشك خلاص استوى معانا، فاضل اللي انا احط عليه بس اللبن، وانا بحبه سخن جدا ما بحبوش ساقع يعني، فبخليه اخر حاجة خالص. بس انا سويته يعني.
الرز خلاص كان استوى معايا، حطيته على العين اللي هناك، والبطاطس دخلتها الفرن. وهنا قلت احمر شوية لسان عصفور كده ونعمل شوية شوربة. طبعا الشوربة لسان عصفور انا ما بسويهاش على النار، انا يدوب بس كده بخليها تاخد اول غلوة وبروح طافية عليها، بتكمل سواها من البخار، بتبقى طعمها حلو قوي. جربي وادعيلي. حطيت كمان الكبده والقناصه، الكبده والقناصه معاها. هنا بقى قلت اعمل شويه البتنجان، بما ان يعني خلاص فاضل حاجات بسيطه والساعه خلاص دخلت على 5 الا ربع، فيلا بينا ايه نخلص مع بعضينا بقى ونقفل الاكل بتاعنا. حطيت هرسه الفلفل الاحمر، نزلت عليها بشويه من الثوم، عصرت ليمون. هشيل بس البذر كده ونكمل مع بعض بقيه الحاجه. حطيت بقى كمون، وهحط كمان الملح، وهحط ليمون. هقلبهم بقى مع بعض كويس جدا، وابدا اللي انا ايه اخلل بقى البتنجان. يا سلام على طبق البتنجان الجامد. طبعا حطيت شويه خل علشان خاطر يطعموا كده البتنجان. هقلب بقى كله مع بعضه، وهبدا اللي انا احط بقى التتبيله ديت جوه البتنجان كده. يا سلام، بص الطبق تحسيه اللي هو بيتكلم يعني، حاجه كده بسم الله ما شاء الله. انا لو كنت سجلت وانا صايمه كان الموضوع هيكون مختلف تماما. في فرق سرعات يا جماعه في الاداء يعني. هنا بقى كنت خلصت خلاص، والبتنجان اتخلل معايا. نزلت بقى بالفلفل كده، وبقيه التتبيله حطيتها فوق الوش. كان عندي نص ليمونه، بقيه اللي انا عملته عصرتها فوق الوش. تعالي بقى نشوف هنعمل ايه تاني مع بعضينا. جبت بقى معايا شوية زيت، يعني بمقدار معلقة، ممكن تستبدليها بأي حاجة تانية، سمنة، زبدة، اللي انت عايزاه. وحطيت معلقة صغيرة من صلصة الطماطم، ملح وفلفل، وهقلب كله مع بعضه بالشكل ده. الفرخة بقى طبعا انا كنت مطلعاها من بدري من الشوربة، وسايباها تتصفى شوية. فلما بتطلعيها من بدري بتبقى سهل اللي انت تتحكمي فيها اكتر يعني، وبيكون خلاص نشفت من الشوربة بتاعتها، ما بتبقاش فيها شوربة كده، بيبقى الموضوع حلو جدا لما بتدخل الفرن. هتبل بقى الفرخة كده وادهنها كلها بالصلصة ديت. تقدري تستبدلي الصلصة بصويا صوص او معلقة عسل ابيض يعني لو انت حابة. وهدخلها تحت الشواية، قلت عشان انجز وقتي يعني. هنا بقى كنت بعمل البصلاية اللي هي بتاعة الكشك. حطيت بقى هنا الكشك بعد ما استوى، الرز يعني بعد ما استوى. هحط بقى ايه كوباية من اللبن، هحط فيها معلقتين من النشا. انا حطيت 3 معالق بس، ال3 ممسوحين، مش معلقة هرمية، والمعلقة دي صغيرة. طبعا انا عاملة كمية صغيرة جدا من الكشك، فهي كفاية كوباية لبن واحدة اللي انا حطيتها دي. وهنا البصلاية بقى على النار بتعيش حياتها كده. عايزة اقولك بقى كمان محضرة الملوخية معايا، ومحضرة كمان التومة بتاعتها، كل حاجة جنبي يعني. خلاص كده يعني انا بقولك وانا بغرف كان الاذان بيأذن. طلعت بقى البصل، حطيته في ايه في طبق في منديل، وبعد كده ايه شويه البصل دول انا بطشهم في قلب الكشك، بيطلع طعمه حلو قوي. طبعا في انواع كتير للكشك، في كشك بيتعمل بالزبادي، في كشك بيتعمل بالدقيق، في كشك الصعيدي، فكل واحد وليه طريقه. انا اتعودت عليه على الطعم ده، فلو دقت طعم تاني هحس اللي هو مش كشك اصلا. هنا الملوخيه خلاص خلصت معايا. طشيت بقى الطشه بتاعتها، وسمي الله كده وانتي بالطشه هتلاقيها طلعت زي العسل. وده كان فطارنا، فطار رمضاني اصيل كده، حاجه كده تستاهل بقك. خدي فكره ونفذيها بكره، مش شرط يبقى عشان شهر رمضان او رجب، ممكن يبقى غدا يوم الجمعه. بحبكم في الله يا احلى واطيب اخوات، والسلام عليكم.